بيشجعوا السبعين. الحمد لله، دي افضل حاجه فينا، عشان كده بنوك ناجحه. الله. ما انا ما هقول ايه بقى، ما هو كنتوا بتقولوا التعليم بايظ، نتج عنه اهلاويه كتير، فنعمل ايه؟ يعني دلوقتي هنحاول ناخد البهريز. يعني حضرتك استاذ يحيى ابو الفتوح رئيس البنك الاهلي، واستاذ عمرو الجنايني رئيس بنك السي اي بي، واستاذ بدير رئيس بنك كيو ان بي، واستاذ اباظه رئيس بنك القاهره. طبعا كل دول زملكاويه. نضيف عليهم بقى استاذ هاني ابو ريده زملكاوي رئيس اتحاد الكوره، اللي استلم من استاذ عمرو الجنايني الزملكاوي، اللي استلم من جمال علام الزملكاوي، اللي استلم من احمد مجاهد الزملكاوي. دول كلهم بقى مستلمين من مين؟ من ثروت سويلم الزملكاوي، وابراهيم المعلم الزملكاوي، ومحمد رشاد الزملكاوي، ومحمود عبد المنعم رياض الزملكاوي. ونضيف عليهم بقى مين؟ دكتور اشرف صبحي زملكاوي، وزير النقل زملكاوي، رئيس الوزراء زملكاوي. ده غير الاعلام كله اللي مليانه الزملكاويه. يعني نقدر نقول كده يا استاذ يحيى ان البلد كلها في ايديكم ما شاء الله. ورغم كل اللي انا قلته لك ده كله، الزمالك بقاله 22 سنه ما خدش بطوله افريقيا، بقاله 20 سنه مستلم حته ارض مش عارف يبني فيها طوبه، ما عندوش غير فرع واحد بس، وكل سنه بيترفع عليه 5-6 قواضي في الفيفا، وعليه مستحقات لعيبه واللعيبه بتروح تشتكيه، وما عرفش يجدد لاهم لاعب عنده، وفشل في اداره الملف بتاعه. ده غير اللي هو مديون لشركه الكهرباء، ومديون لشركه الميه، ومديون للضرايب، ومديون لاتحاد الكوره. كل بقى اللي انا قلتهم لك دولت وذكرتهم لك، وكل البلاوي اللي عليك دول، وحضرتك شايف انكم ناجحين، يبقى لا تعليق، يبقى ده تصريح مش في مكانه من راجل ما ينفعش يبقى في مكانه. الاهلي بقى اللي مش عاجبك، اللي ما معهوش ربع الناس اللي انا قلت لك عليها دي كلها، كل سنه بياخد افريقيا، كل سنه متواجد في كاس العالم للانديه وفي المحافل الدوليه، مكتسح العاب الصالات محليا وافريقيا وعالميا، عنده شركه كوره، عنده 36 راعي. عارف يعني ايه 36 راعي؟ عنده 4 فروع، اي بطوله بيخشها بيبقى المرشح الاول. ميزانيته السنه دي بس 6 مليار جنيه، ولا معاه وزير، ولا معاه اكبر 4 بنوك في مصر، ولا معاه رئيس وزراء، ولا معاه رئيس اتحاد. يبقى بعد اللي انا قلته لك ده كله يا استاذ يحيى، شايف ان حضرتك ناجح وان البنوك ناجحه عشان خاطر هم زملكاويه، وكل التعليم وكل الناس اتعلمت دي فشل عشان جابت اهلاويه، يبقى بصراحه ربنا يعني التصريح ده خزعبلي. خزعبلي انت. انا حاسس ان انت ايه، فرحت شويه او خدتك الجلاله اللي في مذيعه بتسجل معاك والكلام ده كله، والكريستا عجبتك، فقلت ايه، اضرب اي كلام وخلاص. بس الكلام ما جاش في محله بصراحه، لان اللي يقول حاجه زي كده بعد كل اللي انا ذكرته لك ده، يبقى في حاجه هنا مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، اقسم بالله. ابعتها له بقى، عشان ايه؟ معموله له، لازم تبعتها له. سلام.